احنا مسافرين بفرقتين كرة طائرة شاطئية بنات، ومسافرين بفريق الرجال. يمكن بكرة ان شاء الله احنا طايرين على البرازيل، هنقعد 10 ايام. نظبط الساعة البيولوجية بتاعت اللاعبين قبل ما يدخلوا معسكر. هنعمل حوالي 4 مباريات هناك علشان صفوفنا الحمد لله تقريبا اكتملت، بعودة أحمد صلاح ومحمد عبد المنعم ومحمد عادل سلامة. مفيش غير عبد الله عبد السلام اللي هو إن شاء الله في طريقه للشفاء، وكرة الطائرة بخير. عندنا أمل كبير إن احنا نعدي الدور الأولاني ونوصل للدور الثاني بإذن الله. وكرة الطائرة ما كانتش بتاخد ولا شوط قبل كده في الدورات الأولمبية، لكن دلوقتي عندنا أمل إن احنا نكسب ونعدي الدور الأولاني ونبقى ماشيين بخطى ثابته. هنبقى راضيين ومثلنا بلدنا تمثيل مشرف. احنا بنشكر طبعا الوزاره واللجنه الاولمبيه على التناغم والتعاون مع الاتحادات الرياضيه، وعلى الدعم اللي هم عملوه لكل الاتحادات. ودي اكبر بعثه رياضيه في تاريخ جمهوريه مصر العربيه هتمثل في دوره اولمبيه. ان شاء الله نرجع مبسوطين ونرجع باذن الله جايبين ميداليات ونسعد الشعب المصري كله. يعني توعد الشعب المصري بميداليه باذن الله؟ لا، انا هوعد ان احنا هنوصل للدور الثاني، لان ما ينفعش ان احنا ما كناش بنكسب ولا شوط ونجيب ميداليه، فبنتدرج. احنا الحمد لله ابطال افريقيا بلا منازع، والفارق ما بيننا وما بين اقرب نفسنا اللي هو تونس كبير جدا. احنا ترتيبنا يمكن دلوقتي في حدود ال 14، هم حاجه و30. فالحمد لله احنا ماشيين خطة مميزة جدا في الكرة الطائرة على كافة المستويات. حتى الكرة الطائرة الشاطئية قدرنا ننتزع ميدالية التأهل للألعاب الأولمبية، فده إنجاز كبير جدا، يعني أنا سعيد بيه. طب آخر الاستعدادات الطبية والأمنية المرافقة للبعثة إيه؟ احنا الاستعدادات الطبية كلنا خلصنا كل التحليلات بتاعتنا الحمد لله عن طريق الدكتور أسامة غنيم، والنتائج إيجابية. النتائج سلبية كلها الحمد لله، ما عندناش أي مشاكل. أيضا كمان احنا عندنا النواحي الأمنية مستقرة، كل التصاريح طلعت بتاعة الأولاد، مسافرين بعثة كاملة بإذن الله. يعني الباقي بقى التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى.